وبعكس ما يبان ان احمد مش اجتماعي، احمد قدام الكاميرا حاجه تانية تمام. وده اللي بيقوله كاتب بعض الحلقات وكاتب كتاب الدحيح، مش كاتب كتابه متجوزه، لا كاتب الكتاب بتاعه يعني، طاهر المعتز بالله. وكمان الدحيح ممثل بارع. عشان تعرفوا جامعه التمثيل دي منين، كان بيمثل زمان وهو صغير على مسرح المدرسه وعلى مسرح الجامعه، عشان كده كان بيبقى مبهر في السكتشات اللي ما كانوش مهتمين بيها في الاول، لكن مع التطور بقى شيء اساسي في البرنامج. وحسب طاهر ان 25% من متابعين الحلقه ممكن يوقفوا الحلقه بعد السكتش عشان هم عايزين يشوفوا السكتش اصلا. واحمد كان مشارك في رسم الشخصيه بنفسه، هو اللي اقترح انه يلبس نفس التيشيرت في الحلقات كلها عشان يبين لك انه زاهد ومش فارق له اللبس، وانه بقى قاعد في اوضه لوحده عشان يحسسك بالوحده اللي عانى منها برضه. كان احمد كان بيقرا الحلقه من ورق قدام الكاميرا، وده كان محجمه. هتقول انت كداب يا عبد ثاني عشان شفنا فيديو بتاع متحف الدحيح وحد بيمليه، معاك حق. وده بعد ما حد من الكرو اقترح عليه انه يمليه عشان حس انه متخشب قدام الكاميرا، ده في برنامج الدحيح مش متحف الدحيح، مش واخد راحته. وبعديها يا عزيزي احمد انطلق ومحدش قدر يمسكه.